كل يوم تفضل تحاول في كل طريق، في كل حاجة، بتحاول بكل بكل الطرق إن أنت توصل لحاجة معينة، بس للأسف بتفشل برضه، مبتوصلش. عدم توفيق، عدم إدراك للشيء اللي أنت أصلا رايح تعمله، عدم وعي كامل بالشيء اللي أنت بتحاول تنفذه أو الشيء اللي أنت عايز توصل له أصلي. أنت مجرد شخص سمع فيديو تحفيزي أو شاف كلام من شخص تاني، حبه، أنا عايز أعمل كده، عايز أبقى الشخص ده، عايز أوصل له وأوصل له، عايز أكون معايا الفلوس اللي معاه، عايز أبقى ناجح زي ما هو ناجح. بس لأ، غلط، لأنك بتقارن نفسك بشخص عاش حياة غير اللي أنت عشتها، قابل ناس غير اللي أنت قابلتها، اتربى في تربية غير اللي أنت اتربيتها، أصول وحياة تانية. زي هتروح تقرا كتاب اللي هو رب الغني ورب الفقير، كله كلها حلل وحاجات ما تنفعش في وطنك، وما تنفعش في العالم اللي أنت عايش فيه. ما تقيس كل شخص أو كل حاجة وصلها شخص على حياتك أنت. قيس نفسك على نفسك بس، قيس حياتك على حياتك بس، قيس اللي انت بتعمله على اللي انت بتعمله بس. شوف انت فعلا نفسك فيه، مش انت وقع عليك ايه او الفيديو اللي جه في وشك ايه، فانت حبيت توصل للشيء ده، حبيت توصل للشخص ده، حبيت تبقى زي ده زي ده. انت بتقارن مقارنة ملهاش اي قيمة، لانك بتبص للنهاية، بتبص للنتيجة، ما بتبصش للفعل او المخاطرة او الحياة اللي هو اكبر نفسه عليها لغاية ما وصل للشيء اللي انت شايفه دلوقتي حالا. هو فعلا حرفيا مش هيجي قدامك ويعيط يقول لك انا تعبت، انا كنت بتعب كذا وبعمل كذا، مش هيحكي لك ومش هيوصلها لك بالمعنى اللي انت شايفه. هو فعلا حرفيا نجح، وصل، وانت لسه، انت بس باصص على واحد ناجح عايز تبقى زيه. بس ازاي؟ ان انت تعمل كل حاجه بيعملها، بس هل انت فعلا مدرك هو كل الحاجه اللي بيعملها ليه، او ليه، او ازاي، او امتى، او عشان ايه اصلا، او ليه انت ليه اصلا بتحط اهدافك زي أهدافه؟ ليه بتخلي أهدافك هي أهدافه؟ ليه بتخلي حياته هي حياتك؟ ليه بتعيش حياة شخص تاني؟ ما بتعيش حياتك أنت، ما بتحاولش تشوف الفرص اللي أنت فعلا عايش فيها، فرص كعيلة، كعلم، كمادة، كأي فعل. صحتك دي فرصة. أنت أنت مش ما اتخلقتش عشان تفضل تبص وتعمل زي التاني، اتخلقت عشان تفكر، عشان تبقى واعي بكل فعل أنت بتعمله، عشان تبقى عارف انت بتعمل ايه وليه، وتفكر اكتر في كل غلطة بتعملها وكل شيء بتعمله. انت مش عايش حياة في عبث، انت عايش حياة بادراك. لازم تبقى واعي بكل فعل انت بتعمله، مش بتعمل عشان شايف ده بيعمل، انك فعلا مش عارف حياته الكاملة، مش عارف هو فعلا عايش الحياة دي ولا قادر يعيشها اصلا ولا لا، ولا ده كله فيديو بس على السوشيال ميديا ب... يحسسك ان هو مرتاح، وانت قاعد في بيتك مخنوق وتعبان، وتشوف اللي بتتحمس تقول بقى خلاص هعمل واعمل واعمل، ما بتعملش حاجة في الاخر عشان انت مش عايش حياتك. انت بتعيش حياة شخص تاني، شخص عايش ظروف غير ظروفك، حياة غير حياتك. اهرب من ده، اهرب من التفكير ده. شوف الفرص اللي عندك انت، شوف حياتك انت، ما تبصش لحياة شخص تاني، ما تبصش للنتيجة، بص للفعل.